يعني يتحفنا بأشياء كثيرة عن المباريات. تلاحظ أيضا أن الفريق الشبابي من أقل الفرق اللي سجل فيها هدف بركلات رأسية. عبد العزيز الدوسري هذه المرة إلى داخل المرمى، جول أول للفريق الهلالي، وهدف يعيد عبد العزيز الدوسري مرة أخرى الفريق الهلالي للتقدم، وسط فرحة أيضا من الإداريين في الفريق الهلالي، ووسط محاولة أيضا لعبد العزيز الدوسري اللي شاهدناه في شوط المباراة الأول وظهر في أكثر من محاولة، وينجح الآن في كسر مصيدة التسلل ويتلقى التمريرة من عبد العزيز. التمريرة كانت من عمر، مرور أول ومن ثم مرور ثاني وتسديدة أرضية غالطة وليد عبد الله، كرة كانت أرضية إلى داخل المرمى كهدف أول للفريق الهلالي. هذا عبد العزيز الدوسري، والكرة اللي مرت بين أقدام وليد عبد الله في كرة أيضا مميزة للفريق الهلالي، والكرة إلى داخل المرمى. عادت الحيوية نوعا ما لملعب المباراة على الرغم من تواجد جمهور قليل في هذا اللقاء اللي يتوقع أنه فيه حضور أكثر، ولكن أيضا الهدف